يمكن وانت سامعني دلوقتي افتكرت حد غاب عنك، وان الاثر اللي سابه مش هيروح. كل تجربة بتمر علينا مش صدفة، دي رسالة جديدة للروح بتفتح باب وعي جديد. انا دينا عامر، ودي رسالة جديدة من رسائل الروح. احنا طول عمرنا بنسمع الكلمة دي، البقاء لله، بنقولها وقت العزاء او لما حد يفقد غالي عليه. لكن هل وقفنا يوم وسألنا نفسنا يعني ايه البقاء لله؟ هل فعلا احنا مدركينها؟ الفقد مش مجرد لحظة وداع وتعدي، الفقد رحلة طويلة بتبدأ بصدمة وبعدها فراغ وشوق ما بيخلص. والمؤلم هنا إن الفقد مش بينتهي مع الوقت، بيتغير شكله، بيخف لكن ما بيروحش. علم النفس بيسمي ده باسم الحزن المعقد، يعني حزن بيسيب جواك أثر بيغير في شخصيتك ونظرتك للدنيا. بس في نفس الوقت عندنا المرونة اللي تخلي الروح تتعلم وتعيش وتكمل رغم الألم، وده اسمه النسيان. النبي عليه الصلاة والسلام فقد أولاده، وقف على قبر ابنه إبراهيم وقال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الحزن مش ضد الإيمان، الحزن طبيعة إنسانية، لكن الرضا هو اللي يحوله لقوة. ربنا سبحانه وتعالى قال: كل نفس ذائقة الموت، يعني البقاء الحقيقي مش للبشر، البقاء لله وحده. وإدراك المعنى ده هو اللي بيحول الفقد من جرح يكسرك لرسالة تفوقك. حتى أعظم فقد لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة اتصدموا، لكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الكلمة دي كانت درس للأمة كلها، إن البقاء مش لحد حتى لو كان أحب الناس لقلوب. يمكن وانت سامعني دلوقتي افتكرت حد غاب عنك، دموعك نزلت أو قلبك وجعك. اعرف إن حزنك ده رحم، وإن الأثر اللي سابه مش هيروح. لكن كمان افتكر إن البقاء مش للي راح، البقاء لله وحده. البقاء لله مش مجرد كلمة بنقولها في العزم، البقاء لله حقيقة لو أدركناها هنعرف إن كل فقد مش نهاية، كل بداية للتعلق بالحي الذي لا يموت.